تم احضار المتهمين 4، تم تاخير الملف من قبل السيد رئيس الجلسه 3/4 بين انها طلب الدفاع. كانت من ضمن الهيئه ديال الدفاع اللي طلبت التاخير من اجل الاطلاع والمخابره مع الموكلين وايضا اعداد الدفاع. الجلسه ديال 3/4 ان شاء الله. طلبنا طلب الصراح، كننتظروا الهيئه تثبت في الطلب. اذا تم الطلب بالقبول فمرحبا، اذا لم يتم غادي ان شاء الله نناقشوا الملف وغادي نشوفوا الحيثيات ديال هذه النازله ونشوفوا هذاك ردود الفعل ديال ديك السيده شنو هي الاسباب والمسببات باش يمكن لنا نناقشوا حاله الاستفزاز او الدفاع الشرعي. وان شاء الله في الجلسه المقبله سوف تتضح الصوره اكثر وضوحا واكثر جلاء. واخا على ما جاء السيده انا كانت حامل، قالت لك انا انه اللي خلى هذا تصرف بهذيك الطريقه. الا كانت حامل ماشي مساله حامل او غير حامل، هو مساله واش كان العنف، واش تمارس عليه العنف، لان رد الفعل يؤدي الى فعل يؤدي الى رد الفعل، وبالتالي اذا كانت تمارس عليه العنف هي كتقولها مع الضابط القضائي انه مارس عليه العنف، فكان من الضروري ايضا تمكينها من شهاده طبيه واجراء فحص طبي عليها من اجل ان يكون هناك يعني نوع من التوازن في القضيه. ماشي غير راه بانت لنا لقطه انها صرفقه القيد، ولكن هي تقول انها تعرضت للعنف. يعني من الضروري كان خاصها هي تخضع لواحد الفحص طبي وتمكن من شهاده طبيه، كما استطاع السيد القائد ان يتحصل على شهاده طبيه في الموضوع. وتم فحص باقي ديال الهواتف او لا 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 كاينش تفريغ، كاين فقط اللقطه اللي فيها الصفحه هي اللي تم تفريغها في محضر الضابط القضائيه. باقي الهواتف النقاله لم يتم تفريغها ولم يتم يعني تفريغها في محاضر رسميه، وغادي يلتمسوا من المحكمه انها طالع عليهم في الجلسه، وهذا حقنا كدفاع. وغتقدر تكون متابعه بالتشهير، انه خصوصا الفيديو انتشر بواحد الطريقه اللي هي هو التشهير من حقها. الا شاف اي طرف انه تم التشهير به عن طريق يعني نشر الصوره بدون الاذن ديالو او نشر ادعاءات كاذبه من قبيل ان السيده متغطرسه او انها معتديه او شيء من القبيل دون ان نستحضر الحقيقه جاليه، فهنا راه يمكن لها ترجع القضاء، يمكن لها تراجع القضاء في اطار نشر ادعاءات كاذبه. الحاله النفسيه ديالهم داخل السجن اليوم وحنا ما فرقنا ايام قليله مثلوا عاديين، كنشوفوهم منضبطين امام المحكمه بشكل عادي، ما كانش انفعال، ما كانش شي تصرف، لان باقي ما اذنش لهم المحكمه، باقي ما عطاتهمش الاذن باش يتكلموا، فقط عطات الاذن كدفاع. شخصيا تقدمت بطلب الصراح في حين انهم هما كانوا حاضرين ومنضبطين امام الهيئه وسمعوا التاخير ديالهم، بالتالي استجابوا التاخير ديال المحكمه وتاجيل القضيه في انتظار الجلسه المقبله ان شاء الله. كيف كتشوفوا مآل هذا الملف هذا؟ يكون الخير، وحنا نادينا السيد القائد في الجلسه العلنيه من اجل ان يجنح الى الصلح استحضارا للمناسبه، الشهر الفضيل، شهر الغفران، العشريه الاخيره العتق من النار، الرحمه، المغفره، خاصه اننا امام امراه يتم اعتقالها. ما نبحثوش على الاسباب، ولكن انها مشات لهذه الاداره، القياده هي ايضا او الملحقه اداريه اداره، الناس مشاو باش يراجعوا السيد القائد، لم تكن لهم النيه الاجراميه انهم يعنفوا او انهم يتصوروا او انهم يرغبون في الدخول الى السجن، خاصه ان كلهم ما عندهمش سوابق قضائيه. نتمنوا ان نزيل ان شاء الله القلب ديال هذا السيد القائد يحن، وان شاء الله تحسن بالصلح. واش يقدر يكون الصلح استاذ كتشوف؟ لما لا، دائما الايادي ممدوده، دائما الاعتذار للسيد القائد الى وقع شي خلل من طرفهم او شي تصرف، ولكن السيد القائد الا بغى يتصالح راه غيتصالح، نبغى ان شاء الله يحن راه غادي يحن. شكرا. العدمه ولا كان خاصو يحبس، ودابا ديك الساعه يدعي هذاك لاشين ويقول لها تحبسي داك الفيديو اللي دايره واللي ناشره عليا انا القايد كنتضرب، حتى هي راه خاصو يتابعهم. اذا خص متابعه باقي من طرف الاطراف الاخرين اللي صوروا واللي نشروا. هي علاش اجابها المقاطعه وماشي المعنيه؟ ما عارفاش انايا الحيثيات، وانا ملي كيكون عندي الملف كله قدامي نقدر نقول لك. بحال دابا مثلا صك المتابعه انا غير سمعت انهم كاينه العصيان، انا بالنسبه لي ما كاينش العصيان، هذاك خطا عام ما فيه لا تنفيذ ولا حتى شي حاجه. اذا جريمه العصيان ما كايناش، كاين المشاركه، حتى هما مشاركين، لان كان يمكن يقول لهم هما الضباط ديالو اللي كاينين تابعين له، يقول له شوف عافاك دور على هادو هما التليفونات اللي كيصوروا، حيد لي داك الشي كامل، يلاه قبض كلشي هزو، حيت هذيك مهمه خاص ما تهانش السلطه، ولكن ما دارش. شكرا لك.
كنتم تمديد ديال الجلسه كيفاش كتبقى قراءتكم هذا؟ لا التمديد ضروري كيكون على شي سبب، اما تغيير الدفاع، اما باقي غيشوفوا الدفوع ولا شي وراق ولا شي حاجه. وانا في نظري ترى هادشي باقي ما كاملش، لان خاص الابحاث، باقي خاص الابحاث على الهواتف النقاله ديال الجميع اللي كانوا تماك، تفريغ ديال الكاميرات في المحاضر. هذاك المحضر بعدا اصلا اللي قالوا بلي ان داروا القائد راه هذاك باطل، لحقاش خاص المحضر داروا جهه واحده اخرى. ما يمكنلكش انت تكون حكم وقاضي، ما يمكنلكش. خاصك اذا كنتي غادي دير واحد المحضر ماشي انت اللي يديروا جهه واحده اخرى اللي جايه باش انك دير. اذا وخاص لي سيرتيفيكا ديال الطبيب يجيبوهم الناس، لان كانوا مضروبين ولا معنفين، حيت شفنا شي وحدين كيقولوا هكا تيديروا هكايا. هادشي باقي ناقص. انا بالنسبه لي باقي ناقص، ولكن انا ماشي جهه الدفاع هو اللي غادي يقول لهم جيبوا هاد الوثائق اللي ناقصه وهذه اللي ناقصه. نعم. بالنسبه للاعتقال ديالو عادي، لان هذيك دابا ديك الساعه اعلن هو على انه سلطه وعيط للشرطه القضائيه باش اعتقلتهم، ولكن حنا راه وراونا مورا ما تعتقلوا مورا ما سالوا، عاد وراونا الفيديو وراوه لنا مونطي وراونا فيه بلي ان هناك استسلام. راه واحد ملي كيكون كيتعنف وخصوصا كيكون راجل راه ما كيستسلمش شيء، ما كيعطيك شيء وجهه هكا للكاميرا يبقى يشوف فيك كتصرفقه ولا كيشوف فيك. شنو معنيته هذا الميساج هذا؟ شنو حنا بغينا نعرفوا شنو هو؟ راه هو عنده تكوين عسكري، راه كان يمكن له ديك الساعه يحبس لها يديها ويحبس لها هادشي، لانه هما راه كيدوزوا عامين ديال التدريب ديال العسكر، عاد كيكون هناك. هادشي اللي كاين. بالنسبه للتشهير اللي تعرضت ليه السيده، حتى هي عندها الحق دير شكايه بانها تعرضت للتشهير وبان تم التصوير ديالها وبانه تنشر لها داك الفيديو من مورا ما تعتقلت، لان دابا الاجراءات دارت القانونيه، ولكن من مورا ما تعتقلت ماذا يعني نشر هذا الفيديو؟ وعاد كاين انها كيخرج لهم اسرارهم كيعاود عليها شنو وقع في الحجوزات وكذا. داك الشيء خصو يكون داخل ديال الاداره وبالبيرو بالمحاضر، ماشي انه يعاودوا لينا حنا. نقدروا نقولوا ان السيده هذه فاش دخلات واش غير باش دابا على الزوج ديالها اللي كان احنا ما عارفينش الحيثيات، حنا كنناقشوا اللي ظهر عندنا كرأي عام، كنناقشوا من ناحيه الوقائع ومن ناحيه ان الفيديو ما كانش كامل. كاينين شي قنوات وحده اخرى عاد نشروا الفيديو كامل كاين، ولكن اللي بان لينا هي انه ما كاينش واحد التكافؤ، لحقاش تم التشهير حتى هي بها وبراجلها وبطوموبيلتها والرقم ديال الطوموبيل ديالها وكلشي بان. هذوك ما حبسوهمش، ما قالوش لهم هذه وما داروش معاهم البحث باش انهم حتى ما يجيو. علاش كتصوروا قدام المقاطعه؟ شنو غرضكم؟ علاش كنتيو جيتيو؟ وشنو بغيتيو ديروا؟ حتى من مورا ما تعتقلوا عاد كتشهروا عاد كتنشروا وكتصوروا. والقايد خصو تا هو يشكي بهم، لان ظهر في الفيديو وظهر انها كيصوروه في واحد الوقت اللي ديال المهمه ديالو اللي كان كيعاود على شنو دار. اذا عنده الحق حتى هو يتابعهم على وتشهروا به. بالنسبه للاعتقال ديال الستيني اللي حتى هو ما داير والو على حسب التصريح ديال اللي كاينين كاملين تما كيبان الشرطه القضائيه على انهم متورطين، خاصهم يتعتقلوا. هما راه ما كيتعتقلوش، هذاك راه حتى كيسولوا السيد وكيل الملك عاد كيعتقلوا الناس حتى كياخذوا الاذن. شكرا.